ده انا هخبيك في مكان الدبان الازرق ما يعرفلوش طريق. الجمله دي سمعناها كتير قوي، يا ترى تعرف سببها ايه؟ ومين بقى الدبان الازرق اللي بنضرب بيه المثل ده؟ واشمعنى الازرق مش الاسود مثلا؟ الحقيقه اننا مش بنقول اي كلام وخلاص، هو فعلا في دبان ازرق، واكيد اغلبكم شافوا ولو مره واحده حتى في حياته. بتبقى دبانه بتلمع كده ولونها ازرق، وفي اوقات بيبقى اخضر او ذهبي، بس حجمها بيبقى اكبر شويه من الدبان العادي. ولو ما شفتهاش فهي قدامك اهي الدبانه اللي انت شفتها دي معروفه باسم دبانه الجثث، وده لانها من الحشرات اللي ربنا خلقها عشان تشارك في دوره الحياه وتتغذى على الجثث، وزي ما تقولوا كده بتنظف لنا الكوكب. وده عن طريق ان هي بتروح لاي جثه وتروح حاطه البيض بتاعها جواها، علشان لما البيض يفقس اليرقات الصغيره دي تلاقي اكل تاكل منه لحد ما تكبر وتعتمد على نفسها. حنان الام برضه يا جدع، علشان كده ربنا واهبهم بقرون استشعار بيعرفوا بيها مكان الجثث بمسافه تصل 3 كيلو متر تقريبا. علشان كده لما بيقول لك الدبان الازرق مش هيعرف لك طريق، كده معناها ان هو هيخفيك من على وش الارض حرفيا. وبالمناسبه كان في حواديت بتتقال زمان بين الستات الكبار ان الدبان الازرق ده فيه ارواح حبايبنا الناس اللي ماتوا، وده لانهم دايما كانوا بيشوفوا الدبان ده حوالين الجثه وبس كده.